ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حيا الله الداعمين والداعمات والمشتركين والمشتركات. إليكم الخبر الجديد. الجزائر ومنظمة البريكس بعدما زارت بون روسيا والصين وطلب ورغب بدخوله إلى البريكس، لكن للأسف الشديد جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن، بعدما طبل النظام الجزائري وهلل وأرعد وأزبد وفرحوا، لكن الفرحة لم تكتمل. الجزائر والبريكس إخفاقات متتالية وصفعات مستمرة. أولا، عدم قبول ملف الجزائر، وتم قبول ملف إثيوبيا داخل منظمة البريكس له عدة أسباب، يعني عدم قبول ملف الجزائر. أولها كما قال لافروف أن معيار توسيع مجموعة البريكس تضمنت أن تكون الدولة لها وزن، يعني يسطر على هذا الوزن، وأن تكون لها هبة دولية، يسطر على هذه الهبة دولية، وأن تكون لها سيادة في السياسة. ثانيا من الأسباب، أولا أنها دولة لا تتوفر على الاستقلال التام. ثانيا دولة لا تتوفر على الاستثمار، يعني الاقتصاد ديالها طايح إلى أدنى مستوياته. دولة لا تتوفر على الأمن والأمان، دولة حكامها صعاليك، ودولة لها عدة مشاكل مع الجيران، دولة غير قابلة للتقدم، دولة فاشلة داخليا وخارجيا. ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا احنا الشيء اللي مشجعنا أن الفاعلين فيها الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، حتى البرازيل ديما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لأن الجزائر منفذ لشيماء، ماهيش غير وحدها، هي بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. ثالثا إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا. قررنا دعوة الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح دولا كاملة العضوية في البريكس. ضد الجزائر الكثير من دخلت بزاف لي لايف هنا في اليوتيوب ولا في منصات اخرى، لقيت كاين يعني تخوفات من بعض الاخوه، قال لك ملف الجزائر قد يرفض ولا قد. اولا لن يرفض ملف الجزائر. الجزائر من الناحيه الاقتصاديه عندها كل المؤهلات، عندها كل المؤهلات الموجوده، المساحه موجوده، يعني كلش موجود. واش تحوس؟ اليورانيوم كاين، البترول كاين، الغاز كاين، ماناش بوسبير حنايا، ماشي كيف ماشي كيف المياه الجوفيه كاين، الفلاحه كاين كلش، والدراهم موجودين، المال كاين، الفلوس كاين، الحمد لله. ماناش بلد مفلس، ما عندنا ديون، ما يسالنا الاتحاد الاوروبي، ما يسالنا لافامي، ما يسالنا حتى واحد. او ديجا كي رئيس تبون قال اللي سال يجي يخلص، هذه وحدها مؤهل. والبريكس الان محتاج الى شركاء اضافيين، محتاج انه يتوسع، ماهوش يضيق على نفسه، محتاج انه يتوسع. بالاضافه الى انه بروتوكوليا الرئيس تبون، الرئيس تاع الصين قال له الملف، قال له احنا سندفع بتعزيز ملف الجزائر في البريكس. روسيا قال له سندفع بتعزيز ملف الجزائر في البريكس. جنوب افريقيا قالت سندفع بتعزيز ملف الجزائر في البريكس. البرازيل قالت لا اعتراض لدي. الهند مانيش عارف، ما لحقنا والو، ولكن من بعد كل هذون يجي يقول لك الملف ما كانش علاش يرفضوا الملف تاع الجزائر. فلا داعي للقلق من هذه الناحيه، انا نشوفوا لا داعي للقلق. الجزائر نعم راه في البريكس مساله اجراءات، يعني سوف يعني مساله اجرائيه، يعني الاجتماع يعني هذه مساله، ولكن القبول قد تم فعلا من طرف الرئيس بوتين ورئيس الصين وجنوب افريقيا والبرازيل. الامر منتهي، يعني ماهوش متوقف على اراده الهند يعني.
لا والله شوف انا يا امين، انا غاضب من السلطه نتاعنا للاعلام ما نورتوش. احنا تشوف المروك قبل اسبوع كنتوا تتسائلوا كامل في اللايف تاعكم، كنتوا تتسائلوا تقولوا علاش المروك كانوا يقولوا بلي راه حطينا ملف ومن بعد تراجعوا على اقوال، بعد يقولوا ما حطيناش ملف، وبعد عاد يقولوا سحبنا الملف تاعنا. علاش؟ لانه المخزن فهم مليح اللعبه الاعلاميه، يعرف يلعبها ويعرف يطلع معنويات الشعب تاعو. انا والله العظيم نقولها بمراره وباسف، المخزن يعرف يلعب اللعبه الاعلاميه بمهاره مقارنه بالجزائريين. احنا الجزائريين